بعض الناس بتمر بلحظات ضعف، لحظات إيمان قليلة شوية. ممكن يكون هو يعني في فترة ما بعيد حبة عن رب العالمين. هل معناها إنه هو في حالات ضعفه الإيماني ده لو دعا ربنا ممكن ربنا مش يستجيب له؟ هل لازم أكون على قدر عالي من الإيمان والعلاقة القوية برب العالمين علشان كل دعواتي تستجاب؟ طبعا هذه إشكالية إذا كان الإنسان عنده هذا الفهم أنه لازم يكون في حالة من الطهر وعدم ارتكاب الذنوب حتى أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويستجيب له. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر آيات كثيرة جدا، يعني يذكر كفار ومشركين كانوا على البحر، يعني حتى إذا يعني الآية اللي تقول هي أنه سبحان الله أحاط الله سبحانه وتعالى بهم وهم في بطن البحر، يعني مم. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فحالة آه. الاضطرار وحالة اللي هو الابتلاء العظيم يخلي مم. الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى حتى لو كان غير مؤمن. يعني احنا بنشوف المشركين والكفار اليوم مم. واللي ما عندهم دين لما يقعوا في مأزق عظيم جدا من مم. الفطرة يعرفوا إن هم لازم يلجأوا لشيء أقوى وأكبر منهم حتى ينجيهم بالظبط. من ما هم فيه، فبيدعوا مم. فبيكشف الله سبحانه وتعالى عنهم. فبالتالي مو شرط أن الإنسان يكون خالي من الذنب حتى يدعو الله سبحانه وتعالى، بالعكس الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان الإنسان يطيل عليه البلاء مم. ويبتليه حتى بارتكاب الذنب مم. حتى يعود إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه ذنبه حتى ما يعجب بنفسه في هذه مم. الحالة. مم. فبالتالي حالة الطهر هذه ولا حالة أنه أنا أكون في حالة إيمانية عالية وعشان أدعو الله سبحانه وتعالى، هذه مدخل من مداخل الشيطان عشان الإنسان يحدث نفسه فيقول إيش، أنا عندي ذنوب كثيرة وأنا دائما مقصر، كيف دحين بأي بالظبط وجه أدعو الله بالظبط. سبحانه وتعالى؟ بالعكس، أنت اه. لما تقبل على الله سبحانه وتعالى هو إقرار أنك أنت مقبل على ربك. فبالتالي هذا مما يغيظ الشيطان ويطهر النفس أساسا، مم. ويرجع الإنسان يتطهر من الذنب هذا حتى لو كرره مرارا وتكرارا. طالما أنه هو جالس يرجع لله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى فهو في حالة بإذن الله تعالى من الخير العظيم. اكيد.